لو انت شاب مصري اصيل مقيم بره مصر وعليك جيش جالك الفرج، هتدفع 5000 دولار او يورو وهتاخد شهاده الجيش. دي مش كلامي، دي كلام وزاره الهجره. يلا نشوف. هام للمصريين بالخارج. تلقت وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، وحرصا من الدولة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج لتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج. فقد تقرر الآتي: أولا، فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية سيعلن عنه لاحقا اعتبارا من 14/8/2023 لمدة 30 يوما. اثنين، يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من 19 سنة حتى 30 سنة، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عاما لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف. أربعة، ودي الأخيرة، البيانات المطلوبة للتسجيل على الموقع: اسمك والباسبور والكلام ده كله، و5000 دولار أو يورو. الحمد لله. دي شهادة الجيش كده 5000. طبعا ده كان مطلب جماهيري لكل الشباب اللي في الخارج، وعاملين فيديوهات كتير تشهد على القصه دي. اللي بيقول لك عايزين ننزل، اللي يقول لك امي عيانه، واللي عايز اخطب، واللي عايز اتجوز، واللي ما اعرفش ايه، عايزين ينزلوا قبل ال 30 ويقول لك ندفع اي فلوس. اهو الحل موجود. بس يا ترى بقى 5000 دولار او يورو بالنسبه لك كتير ولا قليل؟ يستاهل شهاده الجيش ولا الدنيا هتمشي معاك ازاي؟ عموما دي بالنسبه للي فلوسه جاهزه حل ولا في الاحلام. مصائب قوم عند قوم فوائد.